هو ابو تريكه طبعا زي ما حضرتك قلت كده بعيد تماما عن الحاجات اللي بتتقال في الاعلام. هو زميل وصديق واخ كبير لينا، لعيب موهوب جدا، ما شفناش حاجه منه وحشه على مدار سنين اللي لعبها كوره. فرح ملايين وفرحنا وفرح جمهور الاهلي وفرح مصر كلها ببطولاته اللي جابها سواء الاهلي او مصر. فهو مش غريب عنه مساندته للنادي في وقت في الكبوه زي ما حضرتك قلت كده. يعني في ناس ممكن تيجي في الافراح، يعني تيجي لك في الفرح بس، لكن هو ابو تريكه كعادته في الحاجات الصعبه موجود وبيساند، وقال لي ان شاء الله ترفعوا الكاس. قلت له ان شاء الله. يعني اول كلمه قالها لي كنا احنا بنتمرن وخرجنا كده كنا بنشرب ميه، فقابلته وسلمت عليه وبتاع، تريكه اخبارك ايه؟ قال لي ايه مالكم ان شاء الله ترفعوا الكاس هناك وبتاع. قلت له ان شاء الله يا تريكه. فهو تريكه شخصيه جميله وبيحب النادي جدا وبيحب زمايله. وجود كابتن ابو تريكه قبل المباراه ايه؟ انا عايز اقول حاجه، ان هو في الكوره مفيش غير ابو تريكه واحد بس، مش هيتكرر تاني. دي حقيقه ولازم كلنا نعترف بيها. يعني على المستوى الفني في الملعب والسنين اللي انا قضيتها معاه من احسن السنين اللي انا قضيتها في حياتي في الكوره. يعني على المستوى الاخلاقي والادبي ابو تريكه بره الملعب زي ما حسام قال، في الوحش بيبقى موجود اكتر ما موجود في الحلو. يعني ابو تريكه اول ما حس ان الفرقه محتاجه ان ابو تريكه يبقى موجود، ظهر قبل مباراه الزمالك وجه. يمكن حسام لما كان بيسلم عليه كنت انا قبلها بسلم عليه، وقال لي ان شاء الله برضه هتكسبوا وهتشيلوا الكاس وهترجعوا تفرحوا جمهوركم تاني. وكان بيحفز اللعيبه، ووجوده في الملعب ادى قوه للعيبه اللي كانت موجوده، وده اللي احنا متعودين عليه من ابو تريكه. اكيد